السلام عليكم حبايبي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يلا بينا نسمي بالله ونصلي على الرسول، ونعمل مع بعض النهاردة كده قرصتين فلاحي يستاهلوا بقكم بمكونات بسيطة خالص، ونعمل مع بعض قرص طرية ونشكلها بأكتر من شكل زي ما انتوا شايفين كده. وطريقتها سهلة وما اخدتش وقت خالص، ومكوناتها بسيطة ان شاء الله. يلا نشوف وصفتنا ونشوف عملناها ازاي. اول حاجة حبايبي معايا هنا 2 كيلو دقيق، معايا نص معلقة ملح صغيرة، ومعايا كيس بيكنج باودر، معايا معلقتين خميرة، وعلى المعلقتين خميرة هحط 3 معالق سكر. وطبعا معايا مية دافية مش سخنة طبعا عشان ما تموتش الخميرة. ماشي، المية دافية كده بسيط كده، وهقلبها بقى وهغطيها. طبعا انا عارفة الخميرة بتاعتي لان هو نوع واحد اللي بستعمله، وببقى جايبة العلبة مثلا نوعية واحدة ما بغيرهاش وبشيلها في التلاجة وبستعمل منها، فانا حبيت اعمل الاختبار برضو قدامكم. معايا كيس بيكنج باودر على الاتنين كيلو دقيق، ومعايا هنا سمسم محمص هاخد جزء منه وهخلي جزء هقول لكم هعمل بيه ايه. معايا هنا شمر مطحون ومتحمص، شمر منقياه وطحناه وحمصت منه معلقتين كده، لكل كيلو دقيق معلقة شمر مطحون. وهقلب بقى المكونات بتاعتي دي. ومعايا برضو 3 معالق لبن بودرة. لو مش موجود عندك على فكرة عادي يعني، بس طالما موجود يعني الواحد بيحب يضيف يعني تبقى الحاجة طعمها غني وحلو كده. هنا الخميرة ما شاء الله زي ما انتم شايفين تفاعلت اهي. معايا بقى كوباية سمنة وكوباية زيت. ممكن تعمليها بزيت خالص، لو ما فيش سمنة ممكن تعمليها بسمنة خالص، زي ما يعجبك المتوفر عندك اعمليه. كوباية سمنة وكوباية زيت مش اكتر من كده. لكل كيلو دقيق يا جماعة كوباية سمنة او كوباية سمنة على زيت، اللي موجود عندك اعمليه برضو. يعني تقدري تعملي كيلو دقيق واحد بنص كوباية سمنة ونص كوباية زيت، في النهاية هي كوباية. دي القرص الطرية، مقادير القرص الطرية. تطلع معاكي القرصة طرية وتقعد معاكي مدة وهي طرية، يعني دي معروفة القرص الطرية مش بكتر الإدام. لكن القراقيش بتاخد الكيلو دقيق بياخد نص كيلو، دي بتبقى مقرمشة بقى كده وناشفة معايا. هبتدي بقى بس الدقيق بالسمنة كده والزيت لما يبقى معايا عامل زي الرمل المبلول كده. وبعد كده بقى ايه هبتدي اضيف بقى السوائل بتاعتي. طبعا لو عندك عجان اعملي بقى، هيسهل عليكي الامور. هنا الخميرة بتاعتي ما شاء الله زي ما انتم شايفين متفاعلة اهي. خمرت وفارت في الطبق كمان. طبعا لازم تبقي حاطه الكوبايه في طبق، علشان لو الخميره فارت منك ما تقعش على الرخامه منك وتبهدل منك الدنيا، عشان اللي ينزل منها في الفوران زي ما انتم شايفين كده ينزل في الطبق ونرجع نستعمله برضو. هبتدي اقلب بقى العجين بتاعي. وبعد كده هضيف بقى السوائل بتاعتي. اللبن، لو ما فيش لبن تقدري تعمليها بكوبايه زبادي. هنا بقى ده كيلو لبن كنت انا مروباه. هستعمل بقى كده واحده واحده معاكم اهوت عشان تشوفوا. طبعا الدقيق بتاعي هياخد قد ايه. ادي اول كوبايه، دي التانية اهي، والتالتة. وهبتدي اعجن، ولو محتاجه تاني هنزل تاني. هي خدت معايا 4 كوبايات ونص. طبعا كيلو اللبن هو 4 كوبايات بس. في النهايه ضفت نص كوبايه ميه في الحله بتاعه اللبن مكان اللبن كده، وضفتها بالظبط. ال2 كيلو دقيق نوعيه الدقيق بتاعي اخد معايا 4 كوبايات ونص لبن بقى. لبن رايب بقى، لبن حليبي اللي موجود عندك، لبن على ميه برضو هتطلع معاكي حلوه برضو. ودايما خلينا متفقين زي اي فيديو معجنات بنعمله سوا يا جماعه، دايما يبقى عندك شويه دقيق استبن جنبك،
علشان لو العجينة جت سوايلها زيادة معاكي تقدري تلحقي نفسك وتلمي العجينة بتاعتك بشوية دقيق. دايما يبقى عندك شوية دقيق استبن جنبك كده. دي الكوباية الرابعة في اللبن. هعجن برضو معاكم، برضو هبين لكم المنظر إيه لحد ما تشوفوا. يعني فضلت اعجن لحد ما حسيتها برضو لسه برضو العجينة قاسية شوية معايا، محتاجة لسه سوائل. فضفت لها بعد كده اهي نص كوباية مية مكان حلة اللبن كده. وطبعا بقى فصلت معاكم وقعدت. طبعا العجين لازم نقعد له كده على حيلنا كده في الارض كده، ونعرف نعجن فيه كويس عشان نتمكن منه. الرخامة مهما كان بتبقى عالية والواحد دراعته ما بتتحملش. هنا العجينة لمت معايا وما شاء الله العجينة ممتازة جدا. هغطيها بقى شوية كده على ما ابتدي اجهز بقى العجوة بتاعتي، الحشوة بتاعتي. هنا بقى معايا كمية العجوة بتاعتي، هحط لها معلقتين سمنة كده او زبدة، وشوية السمسم المتحمصين اللي كنت مبقياهم من العجين، دول برضو هضيفهم زي ما انتوا شايفين كده. طبعا لو عندك ميكروويف تقدري تدخلي، ما عندكيش يعني على نار هادية كده تبتدي تستحيها، لان احنا في الساقعة دلوقتي وعلشان تعرفي بس تعجنيها. لكن لو في الحر هي بتبقى يعني سايحة كده وبتبقى سهلة وبسيطة يعني. بس طبعا البرد دوت بيبقى منشف كل حاجة، وكل حاجة بتبقى قاسية على ايدينا شوية. هفضل اعجن فيها بقى كده لحد ما خلاص تطرى معايا. هي برضو كده كانت ناشفة لسه، رجعتها الميكروويف تاني علشان اعرف يعني طبعا الواحد اعصاب ايده مش متحملة يعني. هصبع بقى كده شوية صوابع وبعد كده كور عشان القرص العادية اللي هعملها، اللي هو الشكل التقليدي يعني. هعمل شوية كده وشوية كده. انا الاغلبية عملتها قرص عادية، اللي هو الشكل العادي اللي احنا كلنا متعودين عليه يعني. بس حبيت اعمل معاكم كام واحدة كده بافكار كده هتشوفوها دلوقتي ان شاء الله. إيه عشان افكار، بس مجرد افكار كده بنديها لبعض يعني. هقرص بقى العجين بتاعي، كان خمر ما شاء الله، سبته حوالي ربع ساعة كده ارتاح على ما جهزت العجوة بتاعتي. كانت العجينة ارتاحت وما شاء الله خمرت زي ما انتوا شايفين كده. هقرص بقى كده العجينة بتاعتي كده قد الايه، قد البيضة كده او اكبر من البيضة شوية صغيرة. انا بحب حجم القرص يبقى صغير، ما بحبش الاحجام الكبيرة. هقرص كده كام واحدة معاكم وبعد كده ايه هغطي العجينة بتاعتي تاني وابتدي ايه اشكل معاكم بقى. اول شكل هنعمله مع بعض بقى اهو. العجينة كده فردتها بشكل مستطيل زي ما انتوا شايفين كده، وهفرد عليها سبع العجوة كده احشيها في النص بيه، واقفل العجينة بتاعتي كويس. وبعد كده ابرم فيها كويس كده. البرم ده طبعا بيقفل العجينة زيادة يعني. هنا بقى ده اول شكل هعمله معاكم، اللي هو شكل الترس. الترس اللي في الافران اللي احنا كلنا عارفين شكله ده. وبعد كده بقفل العجينة كويس معايا. وبعد كده إيه بجيب كده بقطع من الحروف، ما بقطعش للنهاية. هكرر معاكم برضو واحدتين كمان كده اهو. اهم حاجة تقفلي كويس كده زي ما انت شايفة علشان بعد الخمر ما تفكش منك. وهقفل برضو من الحروف كويس قوي برضو علشان ما تفكش معايا. وزي ما انتوا شايفين من الحروف كده ببتدي بطرف السكينة كده اقطع. لما بتستوي بقى وبتخمر كده بيبقى الشكل حلو قوي، الشكل الترس المعروف يعني في الافران. ولعلمكم في اشكال كتير وافكار كتير للمعجنات يعني. اهو كل فترة كده نحاول نعمل مع بعض اكتر من حاجة ان شاء الله. برضه هكرر نفس الحكاية كده، تقطعي من الحرف، ما توصليش القطع للاخر عشان ما تبصي معاكي. هنا بقى هعمل شكل القرصة العادي برضو بتاعة الافران. طبعا قرص العجوة كده عملت كور عجوة وبعد كده عملتها قراص زي ما انتوا شايفين كده، وبقفل عليها كويس زي ما انتوا شايفين. وببطن ايدي كده او بكلوة ايدي زي ما بيقولوا كده إيه بتبططيها كده، وعشان شكل الصوابع ما يبقاش معلم في القرصة. اهم حاجة ببطن ايدك كده. وهقفل زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي كده.
ما تلويش في العجينة ولا حاجة. الطريقة دي حلوة قوي، وتديها برضو ايه تشريحتين بالسكينة كده. يعني مش تعملي مثلا كور وترجعي تكوري في العجينة بالحشوة اللي فيها، سواء بقى ملبن او عجوة، وتلاقي الحاجة بقى الملبن طالع من الجناب وناشف العجينة معاكي. ده غلط جدا. طرق الحشو دي بتبقى يعني ليها طريقة معينة. هنا بقى شكل تاني، ده مشط بقى نضيف عندي مش بستعمله، بحب استعمله قوي في المعجنات لما بعملها. بفرد العجينة برضو بشكل مستطيل كده زي ما شفتم كنت بفردها للترس اللي عاملاه من شوية، وبضغط عليها على المشط علشان تتطبع معايا بنفس شكل صوابع المشط كده. وبعد كده بتنيها كده شكل الهلال كده، برضو شكل جميل جدا. برضو فكرة برضو يعني بنحاول نديها لبعضنا كده، والشكل كان طالع حلو قوي بصراحة. برضو صوابع العجوة كده وهنقفل. اهم حاجة برضو تقفلي كويس قوي عشان لما بتخمر تتفتح معاكي لو ما قفلتيهاش كويس. شايفين شكل جميل قوي ازاي؟ اي حاجة عندك في البيت كده حاولي تشغلي دماغك كده وتستغليها، برضو هتطلع معاكي حاجات بسيطة جدا يعني، وبتطلع اشكال حلوة قوي معانا. شايفين الموضوع سهل وبسيط ازاي؟ واهم حاجة برضو تمشي، لو عايزة القرص معاكي تبقى طرية ومش ناشفة، امشي على المكونات بالظبط، هتطلع معاكي ناجحة جدا ما شاء الله. والاخر قرصة هتفضل طبعا طرية جدا معاكي. وتقدري بقى الكمية اللي هتعمليها تحتفظي بيها في الفريزر، وتطلعيها لو عندك ميكروويف هتحطيها في الميكروويف على دقيقة، هتبقى كويسة وترجع معاكي كأنك لسه مطلعاها من الفرن. ما عندكيش ميكروويف هتطلعيها برضو قبل ما تستعمليها ب10 دقايق ولا بربع ساعة كده، هتفك معاكي وهتبقى حلوة خالص، وتفضلي محتفظة معاكي بالطراوة بتاعتها. هنا برضو بكرر شكل الترس تاني. موضوع بسيط جدا وسهل. هنا بقى كانت الخمر معايا طبعا العجين بتاعي او القرص بتاعتي، دخلتها بقى في الفرن واستوت على الرف اللي في النص كده. هي مش لونها فاتح كده على فكرة، هو اللون موحد بس، ده تقريبا ضوء الفلاش. درجات السوا كلها واحدة يعني. شايفين طرية مع الأولانية اللي انا قطعتها دي كانت لسه طالعة من الفرن بقالها شوية، حتى كان الدخان بتاعها باين. دول كانوا اول حاجة خبزتهم لان اول حاجة عاملاهم، كانوا بردوا جدا. وشايفين القرص طرية معايا جميلة وناجحة جدا ومظبوطة جدا جدا يعني. بجد كده كانت حاجة طعمها حلو قوي، والمقادير مظبوطة. شايفين الترس كمان، القرص طرية وملبن كده في ايدي. حاجة كده بصراحة يعني كده حاجة تدفي كده، وريحة العجين والخميرة في البيت كده بتخلي كده في بهجة في البيت كده. ريحة العجين دايما والمخبوزات دي حاجة كده يعني. قومي دفي بيتك وعيالك كده، ولو نص كيلو دقيقة عندك قومي اعملي، ونص كيلو دقيقة هياخد معاكي نص كوباية برضو يعني. فقومي كده دفي بيتك وعيالك كده واي حاجة كده اعمليها لهم وفرحيهم. وحاجة برضو بالنسبة لي انا فطار او عشاء مع كوباية شاي كده. شايفين القرص ملبن في ايدي كده، ومكوناتها بسيطة مش مكلفة قوي يعني. اتمنى تكون عجبتكم وصفتي النهاردة، ويا رب اكون افدتكم. حاجة كده بصراحة يعني الشتا دوت والبرد اللي احنا فيه، إيه عايزين حاجة كده تدفينا كده، وحاجة تكون تملى البيت خير. يا رب اكون افدتكم باي معلومة. ولو عجبكم فيديو النهاردة ووصفتي النهاردة، اتمنى لايك واشتراك في القناة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.